تكثيف زيارات مسؤول المخابرات التركية هاكان فيدان والتقائي برئيس المخابرات السورية علي مملوك بدعم من روسيا، وذلك لتلاقي مصالحهم مع بعضها البعض، مع عدم استبعاد أمريكا وإيران كذلك من مؤثري هذه الاستدارة التركية نحو دمشق. تبلغ كلفة الاحتلال التركي لشمال سوريا نحو $2 سنويا بحسب صحيفة فاينانشال تايمز، وبحسب الحكومة التركية فقد صرفت $40 مليار على توطين 4 مليون سوري. 40 مليار مقابل 4 ملايين، يعني كل 10 مليون مليون دولار. فجدل التطبيع أو التصالح بين تركيا وسوريا يأخذ حيزاً كبيراً من الاهتمام المحلي والإقليمي والدولي، لما لها من تأثير على الموازين في الملف السوري والمنطقة عامة، وسوف تفرز بطبيعة الحال تداعيات ومتغيرات ذو تأثير على المتدخلين في الحرب التي تجري في سوريا وبأشكالها المتعددة العسكرية والسياسية والاقتصادية الأشد تأثيراً. بالزيارات الرئيس المصري الراحل حسني مبارك ووزير الخارجية الإيراني كمال خرازي على دور الرئيس الإيراني محمد خاتمي وعمرو موسى كان رئيس الجامعة العربية، يعني بزيارات مكوكية راحة رجعت طول شيء 3 أشهر. نحن بطبيعة الحال ميالين للمشروع، يعني كحكومة دمشق ميالة للمشروع الإيراني والروسي في المنطقة. كان كون سوريا بوابة السيطرة على منطقة الشرق الأوسط. 4 مسألة الأحلاف، مسألة اختلاف السياسات والتوازنات الإقليمية. فتركيا تعتمد على المذهب السني، وسوريا تميل للمحور الإيراني الشيعي. 5 المسألة الكردية طبعا، وهي الحجة التركية، وأن سوريا تدعم حزب العمال الكردستاني. طبعا هي حجة جديدة، يعني هذا رح ندخل في تفاصيلها. استخدام الورقة الكردية ضدها، إنه سوريا بتستخدم الورقة الكردية ضد تركيا، لذلك تركيا تضغط على سوريا. فالتوتر الكبير بين الدولتين دخلت حقبة جديدة مع ظهور حزب العمال الكردستاني في نهاية السبعينات وبداية الثمانينيات القرن الماضي، واتهام سوريا بدعمها لهم والاستفادة من انتشار الحزب السريع بين الجماهير، وخاصة بين الكرد في سوريا.